السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. هنا بقى النهارده كده ايه، احنا في الفلاحين في البلد يعني عند اهلي. فايه، نعمل سمك كده، حبة سمك مشوي كده ورز بقى وسلطة، نعمل احلى غدا. تعالى كده بقى نسمي بسم الله. متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. متنسيش يا حلوة يا جميلة انت وهي اللي يشوف الفيديو حط لايك. هنا بقى نسمي بسم الله. عندنا سمك مكاريل هنشويه. طبعا سمك المكاريل في ناس كتير ما بتشويهوش وفي ناس بتشويه عادي يعني، فاحنا بنشويه وبيطلع معاكي زبدة كده وبيبقى زي العسل. السمكة كده بقى ايه، السمنية كلها اللي فيها كده بتبقى في الفرن بقى، مش قادرة اقول لكم، بتبقى خطيرة بصراحة. في الشوي السمكة دي بتبقى حلوة قوي، لان هي سمكة سمينة عامة، فبتبقى طعمها حلو قوي في المشوي برضه. فهنا بقى ايه، نغسلها غسلة حلوة، مش هنفتح بطنها ولا حاجة. بنمسكها كده ايه، نغسلها غسلة حلوة، ولا هنرش عليها ملح ولا حاجه. احنا بنشطفها شطفه حلوه كده تحت الحنفيه من راسها، وبنشطفها شطفه حلوه وخلاص. هنا بقى المقادير بتاعتنا. هنا بقى هرسه شطه وهرسه توم وهرسين توم وحبه بقدونس او كزبره خضراء. ليمون بقى كتير، حطي بقى ليمون زي ما انت عايزه. والبهارات بقى بتاعتنا اللي هي كمون وكزبره ناشفه وملح، وحابه بقى اي بهارات عندك انت حابه تحطها للسمك حطيها. هنا بقى نزلت وطماطمايه متقطعه مكعبات صغيره خالص، مقطعه طماطمايه مكعبات صغيره خالص خالص. ونزلنا بقى بايه بالطماطم اللي احنا مقطعينها صغيره وبالخضره. يا كزبره يا بقدونس اللي عندك موجود حطيه. والبهارات بقى بتاعتنا كلها، وهرسه الشطه وهرسه التوم، هرسين بقى راس توم كبيره كده حلوه بس. ونعصر بقى الليمون بتاعنا كله بقى، نعصر بقى كميه ليمون حلوه كده، لان السمك عامه بيحب الليمون والكمون. واظبطي بقى اهم حاجه، حط يعني التحديقه بتاعتك ديت لازم يبقى ملحها مظبوط. وبالذات السمكه المكاريل اللي بتحب الملح شويه، يعني بتشرب، يعني تخلي التحديقه بتاعتك عاليه حاجه بسيطه خالص. عشان ايه؟ السمكه المكاريل اللي بتحب الملح يعني يبقى زياده سن. هنا بقى حطينا معلقتين كبار خل ومعلقتين كبار زيت، وحطينا ميه. هنا بقى بنزود بقى الميه يعني على قد السمك اللي معانا. احنا معانا بسم الله ما شاء الله كمية سمك حلوة يعني، فمزودين المية شوية. بس بقى الخلطة بتاعتنا تحفة. ودينا السمك بقى كده حسبناها للصفة كده على الحوض شوية، وبعد كده عبنا بقى. هنا بقى ايه، هنروح نولع الفرن. عمل الفرن يسخن حلو، هنولع الفرن ونطلع نعمل رز. عمل الفرن يسخن يكون ايه، عملنا الرز. هنا بقى ايه، حمرت الرز. احنا يعني في الفلاحين كده منحبش الرز ببصل، نعملوش رز صيادية عامة يعني. بنعمله يا حباية وحباية، اما رز ابيض وبنقدح عليه بالزيت كده، بنسخن الزيت ونقدحه على الرز. رز ابيض يا اما رز حباية وحباية، بيطلع جميل اوي وطعمه بيبقى حلو اوي. انت حابة تعملي رز صيادية اعمليه، بيطلع برضو جميل. انا بعمله على طول بيبقى حلو برضو. هنا بقى نزلنا بالرز. اهم حاجة نشوح بقى الرز بعد ما حمرنا حبة الرز، نقعد بقى نشوح في الرز تشويحة حلوة كده، خد تشويحة حلوة عشان يبقى معاكي مفلفل وحلو. ونزلنا بالملح وغليت مية في الكتل، ونزلت عليه ايه، نزلت على الرز بالمية. عقد بقى الرز بتاعي ونسيبه بقى كده خلاص، وطينا عليه ونسيبه بقى يتشرب مع نفسه. ونعمل بقى السلطة. يبقى معانا خضرة محشي، خضرة يعني البقدونس وجرجير وشبت وبتاع ده كزبرة، ومعانا طماطم. ما لقيتش خيار بقى نحط قتة. القتة بتبقى طعمها حلو قوي قوي برضو في السلطة، خلي بالك بتبقى جميلة. حتى لو عندك خيار حطي، لو في قتة حطي قتة. جاية بقى من الأرض كده صبحة، كانت جميلة بقى، احنا اللي جامعينها من الأرض. هنا بقى ايه، ورا الفرن بتاعنا سخن حلو. هنا بقى الردة او اللي هي قشر الغلة اهي، نحطها بقى كده في الردة. تروح عند العطار بتقول عايزة ردة خشنة، عشان في ردة خشنة وفي ردة ناعمة. تقول عايزة ردة خشنة لشوي السمك. هنا بقى بنرص على المطرحة كده. واهم حاجة الفرن بتاعك يبقى سخن حلو. لو انت ولعت الفرن وقمت حاطة في السمك من غير ما يسخن حلو، والسمك هيلزق في الصاجة بتاعة الفرن، ومش هيبقى معاكي حلو، هيتكسر ومش هيبقى حلو. هنا اهم حاجة الفرن بتاعك يبقى سخن حلو. بس اول ما بنحط السمك بصي زي ما قلت وبيسخن، بيبقى العرض او الصاجه بتاعه الفرن بتبقى سخنه جامد. تديله زي صدمه كده اللي هو ايه، عشان ما يتحرقش، ما يعملش معاك، ما يتهرسش معاك.
لو دخل على نار باردة، لو الصاجة بتاعتك مش سخنة حلو، السمكة بتاعتك هتيجي تقلبيها او تشيلها من مكانها هتلاقيها لازقة في الصاجة ومش حلو. فعامة لازم الفرن بتاع سمك يبقى نار عالية والفرن يكون سخن حلو. هنا بقى بصي بنقلبها، بصي بتتقلب ازاي بكل سهولة عشان داخلة على نار الفرن كان سخن ومسخنينه حلو. نمسكه بقى واحدة واحدة كده، أول ما ياخد اللون من تحت ومن فوق لونه هيبقى حلو وأحمر كده، نوطي بقى النار ونسيبه بقى ايه يتلدن كده، يعني ايه يبقى على نار هادية بقى كده، ياخد ود مع نفسه عشان تيجي تاكل السمكة تلاقيها طعمها حلو وما يبقاش فيها مية ولا فيها دم ولا فيها حاجة. وانا بقى ايه بصوا بنقلبه واحدة واحدة كده وبالراحة. السمك المكاريلي ده بيبقى طعمه حلو قوي في المشوي، يعني شويه كده وجربيه. احنا على طول بنعمل صينية يا اما سنجاري يا اما بيبقى كده، يعني بنعملوه في الصواني بقى، لا طعمه جميل جدا جدا في المشوي. انا بقى مش قادرة اقول لكم بقى الريحة كانت عاملة ازاي، اللي شبعان بيجوع على طول. بصوا دي عشان كده تبقى على الباب الفرن، بس بقول له بصوا بقى السمكة سمينة، بصوا الفرن كلته سمنة كده. هنا بقى بنطلعه بس بنحطه على الباب كده ونوطي عليه النار شوية ونسيبه بقى ايه يتلدن كده. هنا بقى التحديقة بتاعتنا الخطيرة او التمليحة بتاعتنا زي ما بتسموها، تمليحة او تحديقة. تحطي بقى السمكة بقى وتسيبها تشرب كده وتقلبيها الجنب ده والجنب ده، وبعد كده بنطلعها نحطها في مصفى كده. احنا عملنا السلطة كده، ولعنا الفرن يسخن، كنا عملنا السلطة وعملنا الرز على ما الفرن سخن. نشوي بقى السمك كده ونطلع نغرف على طول، الاكل بقى كله سخن في سخن كده الواحد جاع والله تاني. يلا بالهنا والشفا اللي كل منه. هنا بقى بص تقلبي السمك كده في المية كده واحدة واحدة كده في التمليحة بتاعتك. طبعا لما بتحط السمكة سخنة في التمليحة بتسخن التمليحة بتاعتك، فهم مش عارفين يمسكوها عشان سخنة. هنطلعه بقى كده من التمليحة ديت وكده، هو شرب بقى من التمليحة وبقى حلو، نحطه في المصفى كده يصفي لأي مية فيه لسه بقى من التمليحة ديت الصفى، ويبقى السمكة معاكي ناشفة كده وطعمها حلو. هنا بقى كده ايه خدي بقى من التحديقة اللي انت الخلطة اللي انت عاملاها دي، الطماطم على الخضار على الفلفل كده، حطي بقى على وش السمك كده. اهم حاجة حطي حبة زيت واعصري بقى ايه 5 6 ليمونات كده، اعصري ليمون حلو عشان السمك زي ما قلتلك بيحب الليمون والكمون. المية سخنة فيها مش عارفة تمسك. يعني ما اقولكوش بقى ايه الاحداث اللي هو يعني الصوت بقى كان عامل ازاي، كنت نفسي اسيب لكم الصوت واخواتي وهم قاعدين بقى دي هاتي حته ودي اعملي بقى. هنا بقى خلاص خلصنا شوي السمك وطلعنا بقى نغرف. هنا بقى بصوا الرز بتاعنا مفلفل وجميل ازاي. طبعا الواحد مهما يعمل في بيته، يعني انا بعمل السمك ده في بيتي والله وما بيطلعش حلو زي ما بكون باكله عند والدتي وعند بابايا. ربنا يخليهم لنا ويحرمناش من اهلنا ابدا يا رب. هنا بقى نغرف السلطة. الأكل هناك بيبقى ليه طعم حلو واللمة مع أي حاجة سبحان الله، يعني الواحد لو والدته ادته كوباية مية بتبقى زي العسل. فالحمد لله. هنا بقى ايه غرفنا السلطة وغرفنا الرز، هنا بقى بنغرف السمك. كله بقى عمالوا جعانين جعانين. كنت مجوعاهم والله عشان التصوير بياخد وقت، وانا عماله لهم استنوا هصور استنوا هصور، فيعني والله بروح اعذبهم والله. ربنا يخليهم لي ويحرمنيش منهم ابدا، ومن اخواتي ومن بابايا ومن مامتي. ربنا يخلي اهاليكم كلهم، واللي فقد حد من اهله ربنا يرحمه برحمته. هنا بقى حطينا الغدا بتاعنا، بقول لهم على الله حد يقرب للترابيزه لما لما اصور. هنا بقى بص الغدا بتاعنا تحفه تحفه تحفه. السمك بقى والسلطه والرز بقى. في بصل ناشف يا جماعه بس كانوا لسه بيقشروه جوه، على فكره احنا بنحب البصل ناشف او بصل اخضر جنب جنب السمك، بس هم قلت لهم بقى انتوا قطعوا البصل على ما احنا ايه نخلص. وده كان الفيديو بتاع النهارده او الغدا بتاعنا. يا رب يكون عجبكم. مع مطبخ مشينا في شهيره، اللي مشكش في القناه تشرفنا ونورنا واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حط لايك يا احلى اخوات في الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.